تفتكر ايه اللي بيحصل لمخك بعد اول 30 دقيقه بس من استخدامك للسوشيال ميديا؟ عمرك وقفت بعد نص ساعه بس من استخدامك للسوشيال ميديا وحسيت ان تركيزك تقل ومخك مش عارف يركز في اي حاجه؟ النهارده هقول لك ايه اللي بيحصل لدماغك بعد 30 دقيقه بس من استخدامك للسوشيال ميديا. اول حاجه بتحصل لك هي ارتفاع مفاجئ في هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده هو الهرمون المسؤول عن التحفيز في المخ، ده لان السوشيال ميديا مصممه ان هي تقدم لك مكافاه سريعه، مكافاه من غير مقابل. كل ده بيخلي الدماغ يتعود، اللي هو انا هبذل مجهود ليه؟ ما انا ممكن اخد الدوبامين بتاعي من اي مصدر تاني، او بمعنى صح من اي مصدر سهل وسريع. انشطه محتاجه تركيز زي الشغل او المذاكره او حتى قراءه كتاب بتبقى تقيله عليك جدا. تاني حاجه بتحصل هو ان الاتنشن سبان بتاعك بينهار. ايه هو اصلا الاتنشن سبان؟ دي المده اللي بيقدر المخ يركز فيها من غير ما تحس انك زهقت او من غير ما يهرب لموضوع تاني. بعد 30 دقيقه من السكرولنج مخك بيبدا يدخل في مرحله اسمها الاتنشن سويتشنج مود، وده معناه ان دماغك بينط من فكره لفكره زي ما بتتنقل بين الفيديوهات بالظبط. المشكله ان الدماغ بيحتاج وقت عشان يرجع نفسه لجو التركيز تاني، وده بيسموه العلماء اتنشن ريزيديو. يعني حتى لو قفلت السوشيال ميديا جزء من دماغك بيفضل عايش جوه السوشيال ميديا ومش قادر يدخل في مود الشغل. تالت حاجه بتحصل وهي ان الذاكره العامله بتضعف جدا. اللي انت مش واخد بالك منه ان الوركينج ميموري او الذاكره العامله المسؤوله عن انجاز المهام بتتاثر جدا جدا بالتحفيز الزائد. يعني لما تفضل تبدل من محتوى لمحتوى انت بتملاها مساحه بكلام ملوش اي لازمه، فتبقى مش قادر تحفظ معلومه ولا قادر اصلا تفتكر انت كنت بتعمل ايه. انت متخيل ان كل ده بيحصل في 30 دقيقه بس مش في 7 ساعات؟ طب والحل العملي ايه بقى؟ جرب كده لمده يومين بس انك تقطع السوشيال ميديا خالص، وبعد كده شوف دماغك هتكون اهدى ازاي. لو عايز نعمل فيديو اشرح فيه ازاي نصلح كل ده اكتب لي في الكومنتات.